طيب، عندي صاحبي حكى لي قصه قبيل، وانا استاذنته انه انا لا شده الموضوع ما زعلني. القصه حقيقيه وما روايه، يعني قصه حقيقيه يعني حصلت في واحده من الغرف بتاعت ما فيها حرب دي يعني. قال لي اختي تمام راجله في السعوديه، وهي قاعده وعندها ولدين، واحد عمره 5 سنين والثاني عمره سنتين. تمام. العمر سنتين ده ابوه ما شاف، اللي هو الحرب والظروف ورسل لنا القروش وطلعون، والناس بقت مسؤوليتها صعبه تحل المغتربين كلهم. المهم فقام قال لي واحد من شوف عديل الكبير، فابوه نجا، وابوه صعب متشدد، النوع المشدد جدا يعني في التفاصيل اللي عندها علاقه بالدين، عندها علاقه بالعالم الاجتماعي. ركزوا معي في القصه. تمام. جا وعلاقته مع مرته كويسه جدا وبحب اولاده شديد، رغم انه له سنتين منهم. خلى العمره 5 سنين ده 3 سنوات، بقى 5 سنين. وخلى العمره سنتين ما اتولد اصلا، ما شافه، جاي يشوف. فجاء، فلما جاء فولده العمر 5 سنوات الكبير بيتونس مع ابوه، وابوه بيتونس معاه وكده وبتاع شنو، وطول منه مشتاق له. قام الولد قال لفظ ما بيتقال، لفظ صعب، يعني حاجه كده عندها علاقه بالامك ابوك، الحاجات التيد دي حاجه كعبه شديد. يعني يعني الابو، تخيلوا معي، ابو مشدد في من ناحيه التمسك، ومحافظ جدا، وعنده تفاصيل دينيه صعبه لدرجه انه هو ما بصافح اصلا يعني. وما والموسيقى والناس اللي بتعرفون. فلما سمع ولده قال الكلام ده حس باحساس، ده حسب روايه صاحبي اللي هو اخو الزوجه او اخو الام يعني، خال الاولاد. قال لي زعل 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 وعمل شكله كبيره، وبعدين شكله يعني بالادله، يعني بيشاكل مع مرته دي قدام اخوها ده بالايات وبالقران. الخلاصه انك انت ما حافظتي على الاولاد، والخلاصه انك انت ما ربيتهم تربيه سليمه، والخلاصه انك خنتي الامانه اللي انا خليتها لك، والخلاصه انك انت بوظتي الاولاد دي، والخلاصه انك انت ما اهل لانك تكون ام صالحه ومربيه الناس تحترمها. دي الخلاصه بتاعت الكلام اللي قالوا ليها. تمام. والمراه مستغربه، يعني ولدها ما هي مربيه واحسن تربيه، ولد مهذب وولد محترم وولد صغير وعمره 5 سنين، وحتى الكلمه اللي قالها اللي عندها علاقه بالالفاظ السيئه دي والنابيه دي هي ما قال قبل كده، ولا هي عارفاه وسمعها وين وجابها من وين. فلما بعد ذاك الحكايه وصلت المرحله دي، قال لها يعني انت طالق يعني او طلقها للاسف الشديد، وقال لها انت علي كظهر امي يعني. خلاص بعد ده حصل الفراق بيناتهم الاثنين بسبب الكلام ده. قال لي حققنا، صاحبي ده بيحكي لي ودار نخش بيناتهم، الزول رافض تماما انه دي ما اهلي لانها تكون مرتي انا، ولا تشرفني ولا تشرف انها تربي اولادي، وهو كمان داير يشيل الاولاد. فالولد قال لفظي كعبه نعم، لكن هي بريئه وما ادوها فرصه ذات الدافع بغض النظر عن الراجل هو عامل كيف. فقال لي قعدنا انا ومعاي امي اللي هو ام الاخت المطلقه دي، قعدوا مع الولد الصغير، وقال لي الولد ده بحبني جدا. فاكتشفنا انه اللفظ ده والله على ما اقول شهيد، اللفظ ده سمعه في لايف في التيك توك. اللفظ اللي قالوا اللي هو ما عارفه معناه شنو، سمعوا في لايف في التيك توك يا جماعه، يا اخواننا، في لايف في التيك توك للمره الثانيه، في لايف في التيك توك. الولد لقط الكلمه، والام فاتحه اللايف بحسابات انه المنصات اللي عندها علاقه بالونس والضحك، اللي بتدعم الجيش، اللي عندها علاقه بالمسابقات، الناس اللي بيتكلموا بالليل. في زول فلتت منه كلمه ولا في لحظه بتاعت انفعال قال الكلمه اللي هي سبب طلاقه دي، الولد لقطها وماشي يعني قد يكون وما ركز فيها، والام ما ركزت ذاتها لانها بتكون مثلا منتبهه في اللايف، فخزنها في الذاكره بتاعته التخزينيه. فقام قال بحسابات انه كلمه بيقولوها الناس الكبار معناها صح، وده طفل بريء. تسببت الكلمه دي في انه ابوه يفارق امه ويشكك في انها هي ما اهل لانها تقوم تربي اولاد. شوفوا انا الموضوع ده زعلني، وكلمت صاحبي استاذنت منه قلت له انا حاتكلم في الموضوع ده الليله. شوفوا يا اخواننا والاهلنا واحبابنا والناس اللي بيستمعوا لنا هسه، انا ده
محمد جلواك. انا اسمي محمد عبد المنعم حامد الماحي، 41 سنه، متزوج وعندي 3 بنات. انا زول بيشوفوني هنا في الميديا، بتلاقوني في الشارع، انا زول شفت المفردات النابعه دي انا بقولها، والفاظي كعب شديد وسيء عشان ما اعمل لكم فيها ناصح وبتاع وكعب يعني، لكن في اطار اصحابي واصحابي المقربين. يعني بنكون بنلعب في كشتينه، بنلعب في ضمنه، بلاي ستيشن، قاعدين مع بعض عزابه كده حلوين، بنتلفظ وبناخذ راحتنا على الكامل تماما. اول ما نطلع من البيت ولا يجينا زول غريب ولا يجينا ضيف ولا يكونوا في بنات ولا يكونوا في ناس كبار ولا او شلتنا دي ذاتها، حتى لو لاقونا شله ثانيه ما بنتلفظ. عندنا خصوصيتنا بتاعتنا اصلا، ما بنعمل اي حاجه على الاطلاق، وما بنقول الكلام ده للاساءه ولا بنقوله للمساله بتاعت التقليل، لا، لكن عندنا نادي الرجال الخاص بينا، وبناتنا عندهم نادي النسوان مع بعض، كل ناس عندهم ناديهم، لكن ما في زول على الاطلاق يسمع مننا كلمه. وانا افتخر تماما انه انا محمد جلواق ده يعني انه الحمد لله ما قلت كلمه معايا في يوم من الايام وما اتقبضت علي ولا حاجه زي دي، والواحد بيعمل حسابه، لانه لما بنسهر للناس في بيوتهم وبنقتحم عليهم بيوتهم، عشان كده الواحد بيخد في باله يعمل حسابه في اي كلمه بقولها. لكن انا ما عندي مشكله في انك تقولها، لكن قولها في مكانها، قولها في الحته الخاصه بها اللي هي ما تطلع وتقولها قدام الناس ولا في الشارع. اهلنا واحبابنا وبنياتنا وولاداتنا حامسك واحد واحد. اولادنا في التيك توك لما تتلفظوا لفظ كعب ويا فلان تيت ويا فلان تيت، والله ينفعل يا سلام، والله يا اخي زعل ساي. كمان جابوا لهم عباره جديده انا عرفتها قريبات دي، اسمها قطع الزلط. قطع الزلط دي معناها قله ادب على فكره، يقول لك اقطع بيك الزلط معناها قله ادب. حاجه دي بالمناسبه قاهره جدا. تلفظ وخذ راحتك، نعمل الدار تعمله تمام. ما هو تعال اقول لكم كلام هنا في اللايف ده بتاعنا ده بتاع تيك توك، اذا زول بيسكر سكر هنا بيقفلوا له اللايف بتاعه صح، لكن ممكن يسكر ورا الكاميرا. لو ولع سيجاره بيقفلوا له اللايف مش كده، لكن ممكن يسجل ورا الكاميرا مش كده. طيب انتوا الالفاظ دي بتقولوها، بس لو كانوا حيقفلوا لكم اللايف ما بتقولوها، لكن ما في احترام، ما في خطه بتاعت انه في شافع ممكن يسمع الكلمه دي ويتسبب في طلاق امه وابوه ولا حاجه زي ده. واحد. اثنين، المساله دي ما فيها على فكره اضافه، يعني ما انت ما ظريف لما تتلفظ، يعني ما حيقولوا لطيف تمام، وما حيقولوا راجل. دكران والله سب ليه، دكران قطع بيه الزلط، دكران سب لامه وسب لابوه، راجل الله عليك خاص سلام. ما في زول حيقول كلام زي ده. وما حيقولوا مثلا دي تربيتها لك امك وابوك، لا لا لا، يعني امك وابوك ربوك كويس، لكن انت بس مرقت من الشارع. في ناس النفس اماره بالسوء مرقوا وينفلتوا ويستمروا الحاجه دي، لانه في ناس في التعليقات تحت بيضحكوا لهم، لانه في ناس بيقول لها دي اقطع بيه وزلط، اصرف له بركاوي، بيضحكوا ليه، شايف ان المساله دي سمحه والله حلوه. تيت امك، تيت ابوك، تيت خالك، تيت اختك، وتيت انت، دي بتتقال عادي تمام. ديل خليهم. نحن مجتمع ذكوري، المجتمع الشرقي او المجتمع بشكل خاص المجتمع السوداني مجتمع ذكوري، عندنا الراجل ده بنديه مساحه، والمرأة شايفين كده شويه كده بنحصر عليها في حسابات انه عندنا اعراف وتقاليد وحاجات زي دي. فالنسوان البنات بتتلفظوا مالكم الالفاظ شنو تحت البنات؟ ليه قله الادب؟ ليه قله الادب بتاعت البنات؟ انا اسف انا والله بتكلم بنفس حار، لانه عندي غيره على اولاد اهلي وبنات اهلي وبنات بلديه، وشايف المساله دي انه انا ربنا اداني موقع بتاع انه يا جلواك الناس بتعرفك، المفروض على الاطلاق يكون عندك كلام من النوع ده في الحاجه دي. فيا بناتنا ليه قله الادب؟ ليه عدم الاحترام؟ ليه الالفاظ النابيه؟ ليه المساله بتاعت انه الواحد يقول كلام، الواحد يقول كلام كعب؟ وين ناس بيتكم؟ وين اخوانك؟ وين اخواتك؟ ديل كلهم يعني مش وين هم ما ربوك، انت ما تراعي لهم. لما انا اسمع انه مثلا اخت جلواك بتتلفظ، المساله دي ما بتكسري جلواك ده، انت بجلواك تتلفظ بتكسريني انا يا اخي. انت في روحك ابقي كعبه، لكن ما تاذي الناس الثانيين على الاطلاق.
ما تخطي في بالك انك انت لما تقولي الكلمه دي ولا لما تتلفظ، شكرا يا خلود منورانا، تمام، لما تقولي الكلمه دي انك انت مثلا خلاص الامور مشت بشكل كويس، وانك انت ما عندك حاجه لزول. طبعا العباره بتاعت قله الادب الجد، ما عندي حاجه لزول. كيف ما عندك حاجه لزول؟ احنا الاولاد دي في مجتمعنا الذكوري انا عندي حاجه لزول، وانا بخجل وبعمل حاجات كثيره وانا باخذ في بالي حاجه. شوفوا انا الراجل اللي عمري 41 سنه اللي وصلت مرحله خلاص اصبحت من الناس اللي ممكن يقولوا لي يا عم ويا خالو، بعد شويه حنعجز ويجونا وفشل كلوي وبروستاتا ونموت، يعني خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا، ما عندنا شباب تاني من جديد. انا خدت في بالي انه انا اعمل حسابي عشان انا لما نموت بناتي واخواني واخواتي ما يقول لهم في يوم انه ده ما بيتكبشر، اللايف ده ما بيتكبشر وبيمشي. تخيل بناتي الواحده بعد ما ابوها يموت وهو في قبره يعذبها هي ذاته، يعمل لها عقده. ده ابوه كان بيعمل كده، ده ابوه كان بيتراقص، ده ابوه كان بيتفنس، ده ابوه كان بيقول في كلام الكعب، ده ابوه كان بينبس، ده ابوه كان بيعمل في حاجه سيئه. طيب ده انا، انت وين اهلك؟ وين الكلام ده؟ الكلام ده عيب. طيب خلونا نحن ده كله على جنبه، وانت حر. وزي ما قلت لكم انا بأمؤسي، انا بعمل في الملاحظه دي، انا مع اصحابي بتلفظ مع اصحابي ما في كلام براي. لكن انا بقول في الكلام ده الحته بتاعت انه التيك توك حاليا اصبح ما حقنا. عارفين انتوا تقالوا ده في ده بتاع التيك توك ده بتاع الناس الشماليه ولا ناس دارفور ولا النيل الازرق ولا ناس الابيض ولا ناس كردفان ولا ناس الجزيره ولا شرق السودان. لا التيك توك ده فيه زول من المناقل. وواحد قبل كتب قول بيروت، يعني في زول قاعد في بيروت وزول قاعد في المناقل، وفي زول قاعد في هانوفر في المانيا، وفي زول قاعد في الحواته في القضارف، وفي زول قاعد في نيار، وفي زول قاعد في الفاشر، وفي زول قاعد في مصر، وفي زول قاعد في السعوديه، وفي زول قاعد في الكويت، وفي زول قاعد في باريس. ديل كلهم بيراقبوا المجتمع السوداني يوصل الى مرحله الاولاد السودانيين والبنات السودانيات بيجوا يتفرجوا فيكم تحت بيوزر نيم باسماء معروفه انت ما بتعرفون، ولقوا بنتنا فلان الفلانيه ما شاء الله ماخذه راحتها على الكامل وبتتلفظ، لقوا ولدنا فلان الفلاني وشوف ديل اللي انا بتكلم عنهم، ديل اللي بيتلفظوا في اللايفات ديل ممكن يكون 2% من الناس اللي قاعدين هنا. لكن طبعا نحن والعالم ككل نحن بنحتفي بالشيء الكعب وبنسوغ للشيء الكعب وبنسوغ للشيء الما كويس، لكن عمرنا ما نسوغ للحاجه السمحه. لكن الحاجه الصغيره دي الناس بيسوغوا لها وكبشر. شوفوا لو اجيب لكم حاجه بسيطه كده، لو بغض النظر عن الشيء اللي حصل، لو انا واستاذ انصاف وانا معي فزع عمر وسل، لكن الحاجه اللي حصلت بيناتنا، لو انا واستاذ انصاف كنا بنتكلم وبنتونس ونسه عاديه تمام، وقمت قلت لها يا استاذ انصاف كان عندي قروش وكده وبقيت انا مع صاحبي، قلت يعني شنو اقرش رقبتك يا وسخ، الموضوع انتهى مش كده. لكن لانه فيه حاجه كده الناس قطعته وخدته، ديل سوقوا للناس، يعني هم سوقوا لي، قطعته وخدته، وصل المشاهده في منصات ثانيه 4 مليون و5 مليون. الناس بتحتفي بالحاجات الزي دي والناس بتقطعها. وهسه انا مثلا شغال لي سنتين، داليا الياس منورانا جدا يا حلوه، اختي اللي انا بحبها جدا تمام. هسه انا عندي المبادره وهسه اللايف ده لانه انا بس نفسي فيه حار وصل 1000 وهسه نزل، لانه كنت بحكي في قصه. لو كنت قلت لكم يا جماعه نحن عندنا زول عنده كوليرا ومحتاجين لمحاليل، في زول عنده سرطان عنده جرعه، في زول دارنا نسفرها في عمل خير، مع احترامي لكم يعني مع احترامي لكم الشديد حيفضلوا 200 او 300 بس وقد يحصلوا 100 يعني ويمشوا مش كده. طيب لكن احنا بنسوق للشيء الكعب، ما معنى احنا كعبين، الانسان كده بشكل عام بيسوق للحاجه الكعبه وبيسوق. فيا اخي يا بناتنا ويا وليداتنا ويا اهلنا ويا اخواننا ويا اخواتنا ويا الناس الكبار، الكلام ده غلط. اللي زعلني اكثر يا جماعه انه شوفوا خلونا من الهزار والضحك، والله يا جماعه انا عقلتها. يعني انا بعاين مثلا لما انا كان عمري 35 سنه ما كنت باحساسي لسه، حسيت بحاله بتاعت انه انا المفروض يكون عندي وقار يتناسب مع سني مع شيبي مع تعاملي مع وضعي الصحي والانساني والموقع العمري بتاعي، وانا اصبحت اب
زمان كنت زول يعني زول يا داب متزوج وكده والحياه مفتوح، حاليا اصبحت ابو عندي مسؤوليه اتغيرت. فما بالك بزول وناس انا شفتهم هنا في التيك توك، والله يا جماعه عمر بتاع ممكن يكون 65 دي الخيلاننا، والله العظيم 65 يتلفظ وما عنده حاجه لزول. وعندنا مثال لزول قد يكون عمره 70 سنه، بتعرفوه كلكم، انا ما حجيب اسم زول لانه ما حاجرح زول يعني، لكن بتعرفوه كلكم فاضحنا. الزول ده فاضحنا بكلام كتير بيعمله، وبيفضحنا مع جنسيات تانية انه هذا الرجل رجل سوداني ومسن والمفروض يكون قدوة للناس، اصبح في التيك توك هنا دي بيتكلم مفردات نابئة، والدباجة الملصقة في جبهته في قلبه سوداني. عيب، عيب. انا بحترم السودان، انا لو امي وابوي ما ربوني بحترم الناس السودانيين دي لانه بسيء لهم كلهم. انا يومين حاعمل لكم كلام كعب وقله ادب، انا حانكر انه انا سوداني والله. شفت يومين داير امرق زي ما بقولوا اقطع لكم الزلط، انا بتنازل تماما عن الجنسيه السودانيه واتلصق في اي دوله ثانيه، لكن ما بسيء لكم، ما بسيء لكم لانه انا ربوني سودانيين، ما بسيء لكم لانه انا اسمي سوداني وتكونت في الشعب ده ورباني الشعب ده ورباني الشارع ده ورباني المجتمع ده، ولهجتي دي اتعلمتها من امي وابوي اللي اتعلموها في السودان ده. يوم اللي جا قله ابي ويوم اللي جا صايع واقعد لكم ونفكوا في اللايف بنكر انه انا سوداني عشان ما اسيء لكم. لكن انت سوداني وانت سودانيه بتعملوا في قله الادب دي، والله ما بتشرفونا. والكلام الدار الجاي ده انا حوجهه لكل الناس اللي ممكن يكونوا قاعدين وبعرفونا، العرب والافارقه والجنسيات الثانيه الموجوده فيها الجاليات السودانيه طلعت من السودان بدوافع الحرب ودايرين يمشوا لحياه اكرم يكون فيها الانسان محترم، وجوكم ضيوف في بلدكم، واللي انتم قاعد تشوفوهم في التيك توك والله على ما اقول شهيد. الناس ديل عندنا فيهم الناس يا جماعه، الناس الجنسيات الثانيه العرب والافارقه، عندنا ناس حراميه وعندنا ناس محتالين وعندنا ناس سيئين قوادين وعندنا بنات ما محترمات، ده كله موجود. لكن ديل بنسبة 1% ولا 2%. الشعب الموجود معاكم ده ظلموه صواغط المجتمع، وأي مجتمع كان عنده صواغط. وحتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في قريش، في مجتمع بتاع قريش، كان في مجتمع المدينة كان في واحدة اسمها عناق، وكتبوا عنها قالوا عناق اسمها كفعلها، يعني بيت مارقه لقله الادب. ده في مجتمع المدينه. فمجتمع سوداني فيه ناس كعبين، لكن ديل 2%. الناس اللي قاعدين معاكم في دولكم ديل 98% ديل شعبي محترم وشعبي مالي مركزه وشعبي والله لولا الحرب دي والزنقه والله زول يجيكم ما في والله. ونحن شاكرين لكم ومحترمينكم جدا، وانتم فتحتوا بيوتكم واكرمتونا سواء كان بقروشنا او غليتوا علينا او استغليتونا. في النهايه الناس اللي قعدت باسره نحن شاكرين لكم، لكن ما تعاملونا بجريره ناس قليلين ادب وصواقط مجتمع وحراميه وغوادين وسيئين وبنات ما محترمات فتيات ليل تقولوا المجتمع السوداني عامل كده. ديل ما نحن اعظم من كده. والله ما كنتوا بتشوفونا ولا كنتوا بتعرفونا نحن موجودين في بلدكم لولا كانت الحرب دي ما موجوده، لكن عشان الحرب دي موجوده نحن حصل منا الكلام ده وشفتونا وبكينا قاعدين مضطرين. لكن 98% اسر دار تعيش، دار تربي اولادها، دار تنستر، وناس كثيره موجوده على مستوى الخليج واولادهم قاعدين في مصر. الواحد بينوم ساعتين في اليوم وبيتحمل اهانات كثيره جدا عشان اولاده راسهم يكون مرفوع وما يضطروا يعملوا اي حاجه سيئه. نحن موجودين. الناس اللي جوكم ديل مرقوا من سجون ومرقوا من شوارع. لو كانت البلد في حالتها الطبيعيه ما كانوا يوصلوا المطار اصلا عشان يمثلون. انتم بتعرفوا الشعب السوداني، بتعرفوا المجتمع السوداني، وبتعرفوا الناس السودانيين هم محترمين قدر شنو، وبتعرفوهم في الفيس في التيك توك هنا دي في منصات محترمه جدا قاعد تعمل حاجات كثير. الناس اللي قاعدين برا ديل والله اغلبيتهم يا جماعه ما واعيين. نحن ما بنقول لكم الكلام ده نستجديكم عطفا لانكم اعطفوا علينا وانظروا لنا بعين الاحترام، لا نحن محترمين غصبا عن اي زول في الدنيا، ونحن راسنا مرفوع غصبا عن اي زول في الدنيا، واي زول عمل قله ادب كله شاة معلق من عصبته، لكن لا يمثل الشعب السوداني. عشان الكلمه دي انا قلت يوم اللي قل ادبي
واقعد لكم نفكوا في الشارع ده، حقول انا ما سوداني ولا يشرفني انا اكون سوداني عشان انا ما اسيء لكم. فانا اسف والله مبدئيا على انه انا قلت كلام شويه كده حار، وانا اسف جدا انه نفسي الليله حار شويه، لانه القضيه قضيه بتاعت مجتمع سوداني وقضيه بتاعت بلد. ناس كتار اخذوا الجنسيه الامريكيه واخذوا الجنسيه الكنديه واخذوا جنسيات كثيره جدا من دول تعتبر عظمى، من دول كبيره، لكن ما بتقدر تغير دمه. تتغير اللغه، يتغير السلوك، تتغير الثقافه، لكن الدم يبقى سوداني. يعني في النهايه نحن ما بنحتز الا ببلدنا، وما في شيء بيتحملنا الا بلدنا. عشان كده لابد انه نقول كلمه بتاعت حق. نصيحه اخيره، وانا ما قلت لكم انا لا مصحح ولا جلاد ولا اهل للكلام ده، ولا انا من الناس الملتزمين بالاخلاق والقيم والمبادئ والدين عشان اكون ناصح للمجتمع، لكن انا بقول في الكلام ده بامانه بتاعت انه ربنا اراد انه هذا الشخص وهذا البني ادم النحيل الدميم انه يكون مشهور في المجتمع السوداني، وللاسف بيقولوا له يا نجم ويا استاذ انه قاعد في موقع مفروض يكون عنده دور، مفروض يكون عنده كلمه يقولها عشان كلمته مسموعه، بس ما اكتر من كده. يعملوا بيه ما يعملوا بيه، لكن الناس بتجي لجلواك عشان بيضحكنا. خلونا نستغل الكلام ده ونقول كلام في حق بلدنا وفي حق اهلنا وفي حق ناسنا وفي حق معارفنا. الكلام ده يكون بالنسبه لنا نحن نداوي جراحنا برانا، ونحتز بنفسنا ونحتز بسودانويتنا ونحتز بانه نحن على الاقل عندنا ترابط لا زال موجود. في خطاب بتاع كراهيه وعنصريه، فلان ده من هنا وفلان ده من هنا، وللاسف الشديد بقينا نسمع اولاد كذا واولاد كذا، وده ولد عرب وده من هنا، ودي بيت كذا ودي بيت كذا، وده ولد من هنا وده ولد من هنا، وما كان عندنا الكلام ده. عيب عيب. طلعتوا برا وقعدتوا، واللي استقبلوكم استقبلوكم وذلوكم ذلوكم، وفي النهايه ما في بلد بتحترمك الا بلدك. كنت بورسودان قبل فتره بسيطه، مشيت صورت البرنامج بتاع هونر مع الناس، وحالتي انا ما وصلت مدرمان. بيتنا وحلتنا والمكان اللي انا اتولدت فيه ما وصلته. حسيت بأنا حر يا اخي، بعمل اي شيء، بقطع الزلط غلط وبكورك وبعمل اي حاجه، انا ببلدي، انا في حلتنا، انا في... فما في بلد حتتحملنا. عشان ناس ترجع راسها مرفوع، احترم انك سوداني، احترم البلد اللي ما عندها ذنب، سواء انها ربتك سواء انها ربتك سواء انها قومتكم وبقتكم ناس. احترموا نفسكم في التيك توك ده، وما تقلوا ادبكم، وما تسيئوا للسودان، وما تسيئوا لاهلكم، وما تسيئوا لنا. شاكر لكم جدا. كان بودي والله يا اخي استقبل ناس ونعمل جيستات، لكن انا شايف انه الموضوع ما بيتحمل نقعد الناس اكتر من كده. المهم السبب الرئيسي ان شاء الله ربنا يوفقنا، وانه الاسره تعود من جديد، والاب بتاع الاسره يتفهم ويعرف انه ابنه ضحيه لقله ادب كانت موجوده في التيك توك، وضحيه لناس ما محترمين وما مربيين وما بيحترموا سودانويتهم، وكانت الام البسيطه المسكينه اللي بتربي في ولاداتها اصبحت ضحيه كمان، لانها فاتحه لايف وفجاه ولد الصغير سمع لفظ من الالفاظ اللي بتتقال دي بدوافع كثيره جدا بتاعت انه زهقنا وزعلنا، وبندعم في ديل وبندعم في ديل، ونحن ضد ديل ونحن مع ديل. فان شاء الله ربنا يكرمكم، كتر خيركم كثير، ان شاء الله دائما تامنوا لمين. وشكرا لكم كثير. انا اسف والله، بس نفسي حار شويه كده الليله، ما في حاجه. كل الناس شرفونا وجونا، شكرا لكم. وفي كل لايف من اللايفات انا قاعد اختم وقاعد اقول لو احبك عمري كله، برضو شاعر ما كفايه، احبكم جدا. سلام عليكم.